أهلا بيك يا صديقي الجميل في فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا برام وأهلا بيك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. يلا بينا نبدأ على طول في الدرس بتاع النهاردة علشان ما نضيعش وقتك. في الفيديو بتاع النهاردة يا شباب هنتعلم مع بعض حاجة جديدة وسهلة وممتعة بنستخدمها بشكل كبير في الحياة اليومية في إيطاليا. يلا بينا نبدأ على طول. هنتعلم مع بعض تعبير مهم جدا وهو تيفا. تيفا، ودايما يا شباب تعبير تيفا بيجي بعده الاسم او اسم. يعني ايه تيفا اصلا؟ تيفا يعني هل تحب او هل ترغب او هل يناسبك. يلا بينا ناخد امثله عشان نفهم على طول وازاي نرد على الاسئله دي ببساطه. انا ممكن اسالك دلوقتي سؤال واقول لك تيفا لا كارني. تيفا لا كارني، انت بتحب اللحمه؟ او مثلا هقول لك تيفا il pollo. تيفا il pollo، انت بتحب الفراخ؟ او مثلا سؤال تاني هقول لك تيفا البيش. تيفا il pesce، انت بتحب السمك؟ تيفا il pane. تيفا il pane، انت بتحب العيش؟ او حاجة تاني تيفا l'insalata. تيفا l'insalata، انت بتحب السلطة؟ او تيفا لا فروتا. تيفا لا فروتا، انت بتحب الفاكهة؟ او مثلا حاجة تاني تيفا il succo di arancia. تيفا il succo di arancia، يعني ايه السوكو دي arancia؟ يعني انت بتحب عصير البرتقال. هترد عليا وتقول لي لو انت الحاجة دي بتحبها هتقول لي سي ميفا. سي ميفا. لو الحاجة دي انت مش بتحبها هتقول نو نون ميفا. نو نون ميفا. يلا بينا اديك مثال تاني. لو انا مثلا عايز اقول لك هل ترغب في واحد قهوة هقول لك تيفا اون كافيه. تيفا اون كافيه، انت ترغب في واحد قهوة؟ لو انت عايز هتقول لي سي ميفا. سي ميفا. لو انت مش عايز هتقول نو نون ميفا. مثال تاني، لو انا عايز اقول لك هل ترغب ان احنا نتمشى شويه هقول لك تيفا una passeggiata. تيفا una passeggiata. passeggiata يعني نتمشى شويه او نتمشى. لو انت عايز هتقول لي سي ميفا، او لو انت مش عايز تقول نو نون ميفا. دايما يا شباب احفظ ان تيفا بيجي بعديها اسم، لان احنا بعدين هناخد مع بعض حاجه تاني. ودلوقتي يا شباب هنكمل مع بعض ونشرح تيفا دي. تيفا دي. تيفا دي، ودي دايما يا شباب بيجي بعديها الفعل في المصدر. يعني هديك امثله عشان تفهم. دي برضو بنجاوب عليها بنفس الردود بتاعت تيفا، ولكن تيفا بيجي بعديها اسم، لكن تيفا دي بيجي بعديها الفعل في المصدر. زي مثلا انا عايز اسالك تحب تخرج النهارده هقول لك تيفا دي uscire stasera. تيفا دي uscire stasera، يعني تحب نخرج النهارده او يعني في هذا المساء. stasera يعني في هذا المساء. تيفا uscire stasera، تحب نخرج النهارده. وهنا انا حطيت uscire يعني فعل يخرج، عشان تيفا دي دايما بيجي بعديها الفعل في المصدر. تاني مثال معانا تيفا دي guardare un film. تيفا دي guardare un film، تحب تشاهد فيلم. انا guardare يعني تشاهد وده فعل. حاجة تانية كمان ممكن اقول لك تيفا دي studiare italiano. تيفا دي studiare italiano، يعني انت بتحب او تحب انك تدرس ايطالي. studiare. studiare يعني يدرس، فعل يدرس. تاني حاجة تيفا دي mangiare fuori. تيفا دي mangiare fuori، تحب تاكل برا. تيفا دي. تيفا دي هل تحب؟ mangiare تأكل، fuori برا تحب تاكل برا. تيفا دي mangiare fuori. ودي بنرد عليها بنفس الردود بتاعت تيفا، بنقول سي ميفا او نو نون ميفا. مش عايز اطول فيها الشرح يا شباب، لكن كل اللي هقوله لك لازم تطلع بيه ان تيفا بيجي بعديها الاسم. تيفا دي بيجي بعديها الفعل في المصدر.
اديك مثال دلوقتي مثلا يفرق لك بين الاتنين. ti va il gelato ti va il gelato، ودي انا سألتك انت عايز جيلاتو، عايز ايس كريم، او ti va mangiare una pizza، ti va di mangiare una pizza، تحب تاكل بيتزا. ti va il gelato انا حطيت لك الايس كريم على طول، لكن لما جيت اقول لك تاكل قلت لك ti va di mangiare una pizza، تحب تاكل بيتزا. وبكده شباب نكون شرحنا ti va و ti va دي ووضحنا الفرق ما بينهم. يلا بينا ندخل على جزء جديد من حلقة النهاردة. هنكمل مع بعض ونتكلم عن حاجة مهمة، هي لو عايز تسأل حد عن حالته أو مشاعره هتسأله عنها إزاي وهو هيرد عليك إزاي. يلا بينا ناخد أمثلة. لو أنا عايز أقول لحد أنت تعبان أو أنتي تعبانة هتقول sei stanco يعني أنت تعبان. لو هي واحدة ست هتقول sei stanca يعني أنتي تعبانة. ممكن يرد عليك ويقول لك sono stanco sono stanco. حاجة تاني، لو انت عايز تسأل حد وتقول له انت سعيد هتقول له sei felice انت سعيد. felice يعني سعيد. هو هيرد عليك ويقول لك مثلا sono felice انا سعيد. حاجة تاني، لو عايز تسأل حد تقول له انت متضايق هتقول له انت غضبان، انت متضايق هتقول له sei triste انت متضايق. هقول لك مثلا sono triste او no non sono triste انا مش حزين. حاجة تانية، لو عايز تسأل حد تقول له انت غضبان او متضايق هتقول له sei arrabbiato انت غضبان. هو هيرد عليك ويقول لك sono arrabbiato. لو هي واحد ست هتقول لها sei arrabbiata انت غضبانة. حاجة تاني sei innamorato انت مغرم او انت بتحب. innamorato يعني انت مغرم بحد. sei innamorato او sei innamorata انت مغرمة. في بقى طريقة اذكى للردود عليهم، هما 3 كلمات abbastanza او molto او un po' يعني شوية، molto يعني جدا، abbastanza يعني إلى حد ما. فأنا ممكن أسألك سؤال وأقول لك sei arrabbiato، فأنت ممكن تقول لي sono molto arrabbiato يعني أنا غضبان جدا. أو ممكن أسألك سؤال تاني وأقول لك sei felice أنت سعيد هتقول لي sono abbastanza felice أنا مبسوط إلى حد ما. أو مثلا هقول لك أنت تعبان sei stanco، فأنت هترد عليه وتقول لي sono un po' stanco أنا تعبان شوية. وكده يا شباب نكون اتعرفنا مع بعض على حاجة مهمة، وهي إزاي تسأل حد عن مشاعره. وعرفنا مع بعض arrabbiato يعني غضبان، felice يعني سعيد، triste يعني حزين، innamorato يعني مغرم، stanco يعني تعبان. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.